ما ينفعش ما نعملش الليفت المخلل بطريقتي. طعمه مش اي ليفت. ازاي نحتفظ بيه لوقت طويل ويفضل مقرمش لاخر واحده؟ كمان هنعمله مع الجزر والقرنبيط وفي 4 ايام بس. طعمه ولونه بصراحه ما يتفوتش. تعالوا نعرف ازاي ننقيه صح وافضل خطوات لاحسن طعم ولون للليفت المخلل المشكل كمان. تعالوا اقول لكم هنعمله ازاي. ده الليفت طبعا الموسم بتاعه ده شكله فيه منه الحجم الصغير وبيكون فيه الحجم الوسط والحجم الكبير. طيب الاول ازاي ننقيه؟ اما اجي انقي الليفت ما يكونش خفيفه قوي، وكمان ما تكونش طريه معناها ان هي مش طازه، وما تكونش خفيفه بمعنى ان هي تبقى زي السفنجه كده من جوه. فطبعا ننقيها تكون ناشفه حلوه كده، وكمان وزنها ما يكونش خفيف. بعد ما ننقي الليفت طبعا هنغسله الاول وننضفه كل حاجه. انا نضفته كله بس هعمل معاكم كده اكتر من واحده. غسلته كويس وصفيته، والخطوه اللي بعد كده ان انا اشيل بقى الزوايد اللي في الليفت من فوق دي بالشكل ده، ولو في حته غامقه ممكن نشيلها برده بالقشاره. واحنا بننضفه كده او بنقشره يفضل كده نشيل الاحجام اللي هي القريبه من بعضها اللي انا هخليها سليمه عشان تقعد معايا وقت طويل اللي زي دي كده. طيب لو انا هقطعها ازاي؟ يفضل طبعا اول خطوه مهمه قوي في الليفت ان انا ما اقطعهوش رفيع، لانه لسه هيبتدي حجمه يقل، فمش عايزاه يبقى طري كده ومهري. ده شكله مثلا، ده شكل من الاشكال اللي ممكن نقطعها بيه. ولو كبير حجمه شويه بنقطعه صوابع بالشكل ده كده. المهم ما نقطعهاش رفيع زي ما قلنا. خلصوا الكميه كلها وتعالوا بقى للخطوه المهمه اللي بعد كده. هنحط كميه الليفت اللي احنا قطعناها في مصفى، سواء سليمه هنخليه يقعد فتره طويله او مقطع زي كده صوابع. هنجيب اي صينيه او اي حاجه تحتيه ونحط على الكميه اللي احنا قطعناها. مثلا لكل 2 كيلو من الليفت بنقطع حوالي معلقتين من الملح. ليه بقى؟ بيعمل خطوه مهمه جدا. انا هسيبه كده في الملح منقوع وتحته صينيه او بوله حوالي مثلا 4 ساعات او 3 ساعات، ساعتين بس مش اقل من كده. هيعمل ايه؟ اولا هيتخلص من اي ريحه فيه او سوائل فيه بتكون ريحتها ولونها كمان مش حلو، هتنزل بالشكل اللي انتوا شفتوها ده. فطبعا ما ينفعش نخلله بيها، بتاثر قوي على طعمها. بعد كده هاخده بقى واغسله كويس قوي واصفيه. انا هخلي معاه قرنبيط. هنجيب القرنبيط ونقطعه كده بالشكل ده، في ممكن حجم صغير كبير شويه زي ما تحبوا، ونغسله ونصفيه كويس قوي. هخلي كمان معاه الجزر يا جماعه بنقطعه بنفس شكل الليفت كده عشان يبقى كله متناسق وشكل واحد، ما يكونش عريض. يعني اكتر حاجه ممكن نقطعه بيه عرضه 1 سنتي. وبلاش نقشر الجزر، احنا بس هنغسله كويس قوي وبس كده. سيبوه بالقشره بتاعته الخارجيه. بعد ما قطعنا الجزر هنحضر برده الفلفل الحار مخلل، يعني فلفل حار بلدي يفضل. طبعا لو ما فيش حجم صغير، البلدي بتاعنا الصغير هيبقى فيه حجم كبير نقطعه بالسكينه كده. ده بقى هريسه او فلفل الاحمر اللي بنعمل بيه الهريسه. انا بقطعه شرايح زي كده، بتدي طعم حلو جدا وطعم تاني خالص للمخلل. تعالوا بقى نعمل محلول الملح المهم جدا بنفس المقدار المظبوط جدا. الميه تكون مغليه ومتبرده. ده لتر من الميه يعني 4 كوبايات من كوبايه الشاي العاديه بالمج اللي انتوا شايفينه ده. طيب لكل كوبايه قد ايه؟ معلقه من الملح بالظبط. يعني انا هنا استخدمت لتر من الميه، هستخدم 4 معالق من الملح. كمان هستخدم معلقتين من السكر لكل لتر من الميه، ومعلقتين من الخل، معلقتين من الهريسه، ونقلب الجمال ده. هو تحفه لوحده كده بصراحه. هاتوا بقى البرطمان، هاتوا اي حاجه كبيره هتخللوا فيها. انا هعمل كميه هنا فهحطه في علبه كبيره زي ما انتم شايفين كده. تقدروا تجيبوا برطمانات كبيره زي ما انتم عاوزين. حطيت اللفت ووزعته كويس، حطيت الجزر كمان، القرنبيط اللي احنا مجهزينه، كل دي حاجات مغسوله ومتنضفه ومتصفيه. الفلفل وكمان الفلفل الاحمر. عايزه اقول لكم بجد دي احسن طريقه. التريك التانية بقى، انا هجيب الهريسه او الفلفل الاحمر الحار اللي احنا عارفينه وعملناه مع بعض، واخد منه كده يجي معلقتين مثلا او 3 مع المخلل. تقدروا تستبدلوه بالفلفل الاخضر لو مش موجود عندكم الفلفل الاحمر. خلاص كده قطعته. هضيف البنجر، والبنجر هنا بقى بيكون الكميه اختياري. في ناس بيحبوا اللون غامق قوي وفي ناس مش بيحبوه كتير. انا مش بحبه كتير قوي، بس بقطعه شرايح واوزعه علشان يوزع لي اللون حلو قوي. الخطوه دي كمان مهمه، ان احنا نقلب كل الخضار كده ده مع بعضه اللي انا هخلله مع الهريسه. يفرق قوي لانه كده بيبقى متحبش كده بالخلطه دي مع بعض. التريك التانية المهمه جدا، البرطمان اللي هتخلله فيه سواء كبير او صغير يكون مليان. يعني نضغط بايدينا كده على اللفت علشان ما نملاش المحلول الملح زي ما انا هعمل كده. ولو هو كميه بسيطه فيه، اللفت هيطلع على الوش وبالتالي هيبقى لونه اصفر زي ما ناس كتير بتشتكي. لونه اصفر ولونه كده بقى مش حلو خالص بعد ما خللته. ضفت بقى المحلول الملحي يكون مغطي اللفت كويس قوي. شايفين الجمال؟ لونه حلو جدا من قبل ما يتخلل. غطوه بقى وسيبوه كده حوالي 4 ايام بالظبط. طبعا لو انتوا هتعملوه وتسيبوه وقت طويل هتخلوا السليم اللي هو حجمه سليم مع بعضه ويتخلل في برطمان لوحده. عاوزه اقول لكم بقى لوحه فنيه جدا. اللفت ده
حلو. مش كل حد بيخلي اللفت وندوقه بيعجبنا، ساعات بندوق لفت مخلل بيعجبنا قوي في مكان ومكان تاني لا. اعملوا الخطوات دي عشان تعرفوا ايه اللي بيفرق في الطعم وازاي مقرمش لاخر واحده بجد. لما تدوق هتحسوا بالقرمشه زي دي كده، خطير جدا، حلو قوي. ولون الميه لوحده يفتح النفس. شايفين لونها؟ اللون ده بقى اتحكموا فيه زي ما انتوا عاوزين. انا بحب اقدمه كده ومع شويه الميه دول في الفنجان او في كوبايه معانا، حط عليها كمان شويه من الكزبره الخضراء المقطعه. واحكولي بقى عن الجمال اللي هتحسوه وانتوا بتاكلوا اللفت القمر ده. مع اي اكله بنحطها بيفتح النفس، وكمان مع الميه دي بتاعته حلوه جدا. متاكده ان الطريقه دي هتفيدكم وهتعجبكم جدا. كمان في قرشه كده حلوه، مهما قعد في البرطمان هيفضل مقرمش لاخر واحده، وشايفين قلبه سليم. جربوا طريقتي وهستنى رايكم. اتمنى من كل قلبي كل اللي جرب طريقتي يقول لي رايه في كومنتس جميل زيي. وصحتين وهنا يا رب.